السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا حبيب الزرزور؟ بقالي كتير جد ما صورتلكش حلقات كبيرة عشان انا محتاس اليومين دول. بس تعالى اكلمك في المفيد. كل سنة وانت طيب. اهم حاجة الماتش الجاي، ماتش الاهلي والزمالك يوم التلات. برجولة يا اخواتي، برجولة. اي واحد هيطلع يتكلم ويقولك ان الاهلي هيخسر الماتش ده او هيتعادل، فانا اقول لك يا حبيب الزرزور ان الاهلي لو خسر او اتعادل الماتش ده، جود باي مارسيل كولر. ده ماتش كولر، تعادل او هزيمة على سويسرا. اصل عيب قوي نبقى دافعين الملايين دي كلها بن شرقي ومش عارف مين وتريزيجيه واعلانات والقلعة الحمراء وبودكاست ومش عارف ايه، والزمالك متداس على وشه من طوب الارض امبارح كسبان مودرن في الاكسترا تايم بلا حزقة. بلا حزقة. مودرن فيوتشر دي فين؟ في اخر الدوري. سجلت في الزمالك وكانت هتكسب الزمالك. فما تجيش انت نادي الاهلي، بن شرقي، جراديشار، اسامه ابو علي، مروان عطيه، امام عاشور، كتيبه، نخسر من او نتعادل. ما التعادل خساره، فانا هقول نخسر دي معناها تعادل او خساره. نخسر من فرقه فيها شيكابالا، شلبي، بلاش عبد الله السعيد عشان انا بحبه، فرده. هو عجوز بس فرده. ايه ده يا اخواتي؟ ايه ده يا اخواتي بجد؟ فانا بقول لاي لاعب هيلعب الماتش ده، انت انا لو ما لعبتش وكسبنا الماتش ده، لا انا همشي مش هعرف اتكلم مع واحد زملكاوي. برجوله، برجوله. اصل هتبقى بجح قوي لو اتكلمت واحد زملكاوي لعبتهم ماتشين في اقل من شهر ومعرفتش تكسبهم، وانت جايب صفقات ومحمل والنادي بتاعهم محتاس. ومش لاقي ياكل. بيدي اللعيبه اصلا ما بيدهمش فلوس، بيديهم وجبات. فعيب، عيب قوي. عم مارسيل كولر المره اللي فاتت عك في التشكيله وخرب الدنيا، وبقيت انا بتفرج مش عارف مين مع مين، ولا ده مسلسل العتاوله. يعني بتفرج بقول ايه ده، وده مسلسل العتاوله؟ اكيد مش دي الخطه، لا. يلا يا رامز، ايه عرفت المقلب بتاعك؟ يلا يا رامز، يلا فين الخطه بقى؟ نزلوا الخطه. لقيتها الخطه بجد. فهي بسيطه، يعني هي بسيطه. انت تبدا ببن شرقي وجنبه مسوع علي، وجراديشار ينزل الشوط التاني، جنبه حسين الشحات، تامر حسني التعبان. حسين الشحات خلاص بقى يا جماعه. حسين الشحات من كل مره اطلع اهزر معاه وانتقده وبتاع. كفايه بقى حسين، العب كوره بقى حسين، العب كوره بالله عليك. انا عارف انت اهلاوي، وعارف انت من دار السلام، وعارف ان انت رجوله، وعارف ان انت بتصلي. العب كوره. يعني تبقى من دار السلام وتحب النادي الاهلي وبتصلي وبتلعب كوره. انت بتعمل كل ده بس بتلعبش كوره يا حسين. يا حسين عيب عليك. انا عارف ان انت عندك الموهبه، العب بقى. انا مش عارف مالك في ايه، العب يا حسين بالله. في نص الملعب انا نفسي اشوف الثنائي ده بجد، نفسي اشوفه. ولو حصل وشفت الثنائي ده في الملعب في الماتش الزمالك، انا بقول لك الاهلي هيكسب 3-0 مرتاح. 2 في نص الملعب، وراهم طبعا ديفندر مروان عطيه. انا بتكلم على الاتنين، محمد مجدي قفشه وامام عاشور. يا خراب اسود، يا خراب اسود. اقسم لكم بالله الثنائي ده لو شفت قفشه وامام وتحتيهم كده عطيه، وقفشه وامام كده، ومروان عطيه كده، يا دين النبي انت كلبشت نص الملعب. والله كلبشت نص الملعب. مين هيعرف يعدي من مروان عطيه اصلا؟ واتفرج بقى على ايه، نقل الهجمه من الحاله الدفاعيه للهجوميه وانت معاك قفشه وامام. اتفرج هتتحول ازاي فرقتك في المرتدات. لا وقدامهم مين؟ ده هيبقى قدامهم وسام وبن شرقي. يعني انت اتفرج على قلة الادب اللي هتحصل. يعني تخيل قفشه وامام في نص الملعب، قدامهم وسام وبن شرقي والشحات. تخيلها كده وربنا يا ابني فين الزمالك ده؟ يا ابني انا اصلا ما ينفعش اعمل فيديو اتكلم عن الزمالك وان احنا لازم نكسب وبتاع، ما ينفعش. ده انا ابعت مسج على الجيميل، يا جماعه كسروا الفرقه دي. السلام عليكم.
السلام عليكم. طبعا هتلاعب باك ليفت كريم الدبيس وباك رايت محمد هاني معروفه. نفسي ما اشوفش ثنائيه ياسر وربيعه. يعني انا بقول بس كده، انا عايز اشوف اشرف داري وربيعه او العش مش قوي، هو حلو بس انا مش واثق لسه فيه. خلينا في ربيعه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفه. بس على ربيعه عاهه كورديل واقف ورا، كورديل بجد، بس ربنا يسترها. خطة سهلة جدا تنزل تكسر الفرقة. ده انت عندك مين بره؟ ده انت عندك قطيع. وحياة امك يا كولر، وحياة امك افتكرت، ابوس ايدك وحياة امك. عمر كمال عمره ما يلعب هاف. انا شفت ماتش الحرس، عمر كمال بيرفس رفسة حصان للكورة. عمر كمال ما يلعبش هاف، ابوس ايدك. انت فكك من الافتكاسة. هو مين اللي قالك اللي هو بيلعب هاف؟ مين اللي قالك؟ اوعى تكون شفت فيديوهاته مع فيوتشر يا ابني. اسمع، علي ماهر ما كانش معاه هاف، فجاب عمر كمال عشان بيحبه. قال له يا عمر كمال انا بحبك صح؟ قال له النبي انا معذور في هاف، تلعب هاف؟ قال له انا العب اي حاجه يا باشا، لعبني في اي حته يا باشا. راح جابه ولعبه هاف. الواد جاب له جونين، قال لك ايه ده انا بقيت هاف. جه بقى يرجع تاني باك رايت، عمر كمال قال له لا ادخل الحمام زي خروجه، انا هكمل في الهاف. علي ماهر يهديك يرضيك يا ابني، انت مش هاف اصلا العب باك رايت؟ لا هلعب هاف شويه. فانت يا كولر في ايه مالك؟ انت متشوفش الرفس بتاعه؟ انت متشوفش بيرفس الكرة ازاي؟ اوعى تلعبه هاف تاني، ابوس ايدك حافظ على مكانك، انا مش عايزك تمشي. الله اكبر الله اعظم، اذان العصر يا اخواتي. فانت بقى عندك بره في الدكه عمر كمال، احمد رضا، كريم ندفد. طبعا ده اللي هيكسبنا، اوعى ما تلعبوش يا كولر. طبعا كريم ندفد ما ينفعش يقعد في الدكه اصلا، ده يقعد فوق في المقصوره، يعني ما تحطوش في الدكه، ولا هو ولا بتنجانة ده. اكرم توفيق خلاص. كنت بحب اكرم توفيق جدا بس بعيد عنك، غلاب قوي. بالنسبة للجمهور طبعا كابتن مهاب بيزو هيعمل لنا دخلة مش مصر بس، يعني يا رب تخلص ان مصر بس تضحك عليها وبتاع. انت يا ابني طلعتنا العالمية يا ابني انت عوائق ايه ومعارك ايه يا ابني هو كرشك ده اصلا حمل معارك يا ابني. ابوس ايدك متعرفش تعمل دخلات ما تعملش. يعني هي مش سهلة، الدخلات سهلة، يعني الدخلات اي عبيد بيعمل دخلات. الكلام يا ابني، طب انت مش عارف تتكلم ولا عارف تكتب رسايل؟ عوائق ومعارك ليه؟ ما تعملها سهلة. يعني مثلا اكتب الاهلي فوق الجميع، لو ليه تأزمت معاك؟ ابوس ايدك بالله عليك. كرهتني في المدرج، كرهتني في الاستاد، كرهتني في الهتافات. مش حافظ لك من التالتة شمال جمهوره ده حماه وعندي غزالة يا ابني. في اغاني كتير، في هتافات كتير. العيال بتروح هناك الاستاد يا جماعة، اللي ماسك التليفون وحاطط صورة خطيبته ازيك يا خطيبتي من قلب استاد القاهرة، سيظل حبك عميق في قلبي. ايه يا امي انا في الاستاد يا امي، افتحي فيديو كول اوريك المدرج واوريك التالتة شمال. واللي جايب وجبة من زين الشام وبيعمل لها فلوجر يا ابني، هو ده الاستاد يا ابني. العيال بتروح الاستاد يا جماعة، الواد مفكر نفسه راح الساحل الشمالي. واحد بيعمل ريفيو لعلبة برجر واللي ماسك صورة خطيب. يا جماعة ليه؟ يا جماعة هو ده المدرج؟ بلاش نتكلم في المدرج عشان ده بجد هيعوز فيديو تاني. الاهلي لو خسر او اتعادل الماتش الجاي هنقول مع السلامة مارسيل كولر، وهيتحفل علينا حبة حلوين ويديله حقهم. فادعي ربنا بالأيام المفترجة وفي الصيام دي
الماتش ده يخلص على خير. وعيب قوي لما انا اقول ادعي ربنا عشان اكسب الزمالك. اوكي كده ان شاء الله ربنا يوفقنا وبتاع، بس ادعي ربنا مثلا نكسب فرقة تقيلة، نكسب فرقة يعني لازم الدعاء معاها. لكن الزمالك ندعي ربنا وكل حاجة، بس يعني الزمالك يعني الزمالك احنا هنكسب يمين شمالها، لازم نكسب يعني، هتجيبها يمين هتجيبها شمال لازم نكسب، وان شاء الله هنكسب. كان معاك الزرزور، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي الزرزور في الاجواء الرمضانيه، واشوف وشك على خير بعد الماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.